في ناس وجودهم في حياتنا بيشبه المية وسط الصحراء، مش بنشوفهم كتير، بس لما بيجوا بيحيوا جوانا حاجات افتكرنا إنها ماتت، يدوك إحساس إنك مش محتاج تتكلم ولا حتى تشرح. هم بيسمعوا قلبك من غير ما ينطق. وجودهم مش بيتقاس بعددهم، لا، وجودهم بيتقاس بصدقهم. فتعالوا نسمي بالرحمن ونصلي على سيدنا النبي المصطفى العدنان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أجمل الناس اللي حواليك مش هم اللي بيملوا المكان بالضحك والكلام، لا، أجمل الناس اللي يحبوك من غير ما تنادي عليهم، من غير ما تجري عليهم. أول ما تشوفهم تحس إنك فيك جزء ناقص واكتمل. يا الله، لو لقيت حد في حياتك، في دايرة حياتك، حقيقي بيكملك، حقيقي بيفهمك، حافظ عليه وامسك فيه كده، امسك فيه وثبت. لأن في ناس عاشت وحواليها ناس، وللأسف اسمع الفاضي. في ناس وجودهم في حياتنا زي الطبطبة من غير كلام، تلاقيهم يحسوا بيك من غير ما تشرح، من غير ما تقعد تبرر بقى وتتكلم وتحاول توصل المسج علشان يفهموك. دول فاهمينك من غير ما تحكي، سند من غير ما تطلب. حقيقي دول نعمة ما تتعوضش. فاللي يكون في حياته جوهرة زي دي يحافظ عليها، دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى اديها لك. فاوعى تستبدلها بأي حاجة تانية، اوعى ما تقدرش قيمتها وتقول ما ممكن اقابل تاني لا، دي العملة النادرة اللي لو لقيتها مرة ممكن ما تلاقيهاش تاني. مش كل اللي حواليك بيشيل همك. ركز كده، ركزي، لما كنت في مشكلة، لما كنت في شدة كبيرة، مين كان جنبك؟ مين جري عليكي من غير ما تكلميه، من غير ما تطلبي منه المساعدة؟ مين وقفت جنبك من غير ما تقول لها؟ مين حست باللي بيدور في أفكارك وجوه قلبك وابتدت تشاركك؟ مين؟ في ناس بتلاقيهم وقت الفرح بس. طب وقت ما قلبي يتقل، وقت ما أكون حابب إن أنا أسند، انتوا فين؟ انتوا ليه اختفيتوا؟ اعرف حاجة، اللي يقعد جنبك من غير ما تسأله هو ده فعلا اللي يستاهل كلمة قريب. هو ده القريب منك اللي تلاقيه جنبك على طول. وعلى فكرة ده بيبقى رضا من ربنا عليك انه يديك حد كده جميل في الدنيا اللي بقت بتاعت مصالح وسريعة جدا زيادة عن اللزوم. فلو لقيت المعنى الجميل ده متجسد في شخصية ست أو راجل، الله، الله بجد، اعرف إنها نعمة من الرحمن سبحانه وتعالى. وافتكر سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ربنا كان مخلي القريبين منه بيحبوه قوي. ستنا خديجة، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، الصحابة اللي قلوبها كانت مليانة بالخير. فيا بخته اللي يكون جنبه حد بيحبه لله في لله، مش عايز منه مصلحة ولا بيفكر كده في حاجة والعياذ بالله وحشة، لا، هو بيحبه لله. القلوب الوفية ما بتحتاجش دعوة، لا، دول تلاقيهم أول ما تقع يمد إيدهم بسرعة، وأول ما تحزن في ظهرك تلاقيهم في ظهرك، بيضحكوك، بيسندوك، بيواسوك. أول ما تتعب يفكروا يطمنوك إزاي، يفكروا إن هم يعني يطلعوك من اللي انت فيه إزاي. وجودهم مش بكترتهم، وجودهم مش بكترتهم، لكن وجودهم بمعدنهم، معدنهم الأصيل اللي بيكون نعمة وهدية من الرحمن سبحانه وتعالى. ربنا بيديك نعمة فحافظ عليها. يا بختك
يلي تلاقي حد بالأوصاف دي في حياتك. طب هتقولي لي مفيش، ما لقيتش، ده أنا ياما اديت وياما عملت وياما كنت أنا اللي انتي بتقولي عليه ده، ياما كنت أنا، بس ما لقيتش. هتلاقي والله. وبعدين حبيبك سبحانه وتعالى ما هو شايف ومطلع. هو ما يكفيكيش إنه يكون حبيبك الرحمن؟ إنه يكون حبيبك الرحمن هيبعتلك اللي يسندك ويخاف عليكي ويطمن قلبك. ما تستعجليش، اصبر. ربك كريم سبحانه وتعالى، بس هو اختبار صغير نمر بيه وانت هتلاقي الدنيا اختلفت تماما. مفيش حد بيزرع وما بيحصدش، مستحيل. عمرك شفت فلاح زرع وما حصدش؟ إلا لو كانت الأرض بور بقى، يبقى هو اللي غلطان. بيزرع ليه في أرض بور؟ أكيد فهمتوني. الصحبة الحقيقية مش في الزحمة اللي حواليك، لا. الصحبة الحقيقية هي إنك لو فضلت لوحدك وسط الدنيا دي كلها يبقى قلبك مطمن، علشان عارف إن في حد مهما حصل مش هيسيبك. ياه، أيوه، هو ده الحب الحقيقي، هي دي الصداقة الحقيقية، هو ده المعنى الجميل الأصيل العطر اللي نقدر نقول عليه أجمل حاجة في الوجود. الصداقة، كل الصداقة أو الحب، كل ما تعمق في سيرة سيدنا النبي ولاقي إن ستنا خديجة الحب الجميل في قلب سيدنا النبي، الحب العاطفي، وسيدنا أبو بكر والصحابة، حب الصداقة بقى والأخوة. الله، ده معنى حلو قوي، معنى جميل قوي. ربنا بإذن الله يجبر بخاطرنا يدوقهولك في حياتك مع جوزك، أو في كمان صديقاتك اللي حواليكي. يكون ده وده. يا بخته اللي حياته مليانة بالحب الحقيقي والصداقة الحقيقية والمعنى الأصيل اللي يهون علينا الدنيا، خلي الدنيا جميلة وحلوة. الصحبة الحلوة بتشجع، بتدفع، بتخليك دايما اكتف كده وعايز كده تتحرك في كل حاجة، في عبادتك، في تجارتك، في اي حاجة انت بتعملها. تلاقيك كده كل واحد فيكم يساند التاني. الله، علشان كده خليك في الحقيقي وابعد عن المزيف. مش كل اللي حواليك نعمة. النعمة الحقيقية في القلوب اللي تفهمك من غير ما تتكلم، وتطبطب عليك من غير انت ما تطلب، وتثبت لك ان السند الحقيقي مش بالعدد. السند روح تجري عليك وقت ما تحتاجها. فربنا يجعلنا سند لبعض وقلوب تحن على بعض. اللهم امين يا رب العالمين. اتمنى ان كلام النهارده يكون لمس القلوب والعقول، واتمنى برضو من كل قلبي ان انتوا توصلوه. نفسي صوتي يوصل للدنيا كلها وتشاركوني الاجر. واشوف تعليقاتكم الجميلة، واللي لسه ما اشتركش بقى في القناة يشترك. تحياتي وتقديري لكل قلب جميل أنا بكلمه، بجد بحبكم من كل قلبي. ربنا يحفظكم ويسعدكم ويجعل دايما البركة في قلوبكم. تحياتي وتقديري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.